محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هو الله. هذه هي الليلة الخامسة من ليالي شهر رمضان المبارك. سألنا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يكتبنا وإياكم من عتقائه من النار، اللهم آمين. ما زال الحديث مستمرا حول هو الله من خلال آياته سبحانه وتعالى ومعجزاته وبيناته التي تبعث في القلب الروح والإيمان. سنتحدث هذه الليلة عن آيات الله عز وجل الكونية التي تدل على وحدانيته وعلى وجوده وعلى استحقاقه للعبادة، وتدل أيضا على قدرته وعلمه وحكمته، كما تدل على البعث والنشور. وفي هذا رد على الملاحدة وعلى الفسقة وعلى المنافقين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وفي هذه الآيات أيضا هي تثبت الإيمان في قلوب المؤمنين وتزيدهم هدى إلى اهتدائهم بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الحلقة وفي بقية الحلقات، وأن نخرج منها بإيمان نتعرف به على ربنا بشيء أكثر ونقترب من ربنا بشيء أكبر. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الشيخ الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، وأرحب بكم أيضا. فإلى حلقتنا. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. مشاهدين، يقول ربنا جل وعلا: وإن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومنها قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض. ومنها قوله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله: هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقوله: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، وغيرها من الآيات التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. تعليقكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم بما أنه يتعامل مع هذه الظاهرة الإنسانية المعقدة التركيب، فيها الجانب المادي وفيها الجانب النفسي والروحي وفيها كذلك الجانب الجمالي والذوقي، فيها مجموعة مكونات. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا يعلم من خلق. فالله سبحانه وتعالى يعلم تمام العلم تركيبة هذا الإنسان، مكونات هذا الإنسان، مؤثرات هذا الإنسان، ما هو مركب في داخل هذا الإنسان ليكون مؤثرا فيه. هذه واحدة. الأمر الثاني، نلاحظ أن القرآن الكريم يستخدم ثلاثة مسارات فيما يتعلق بوحدانية الله سبحانه وتعالى. الجانب الأول هو الفطرة الإنسانية المركبة في هذا الإنسان وجعلته مهيأ تمام التهيئة لأن يتقبل فكرة وجود الله سبحانه وتعالى أو قضية الوحدانية لله سبحانه وتعالى. وهذه الفطرة مبنية أصلا على العهد الأول الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا العهد القديم الله سبحانه وتعالى دائما يستحضره مع ابن آدم، يستحضره. لكن إذا غابت الفطرة
وتلوثت هذه الفطرة نتيجة عوامل البيئة والمؤثرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، وبعد ذلك أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا حصل هذا التأثير وطمست الفطرة، يستخدم معك القرآن الكريم مدخل آخر، وهو المدخل العقلي. لاحظ الآن الآيات، فأنت أمام مخلوقات الله سبحانه وتعالى المعبرة عن أفعاله، وفي نفس الوقت آياته التي تتلى عليك لتخبرك عن هذا الوجود بكل ما فيه ومن فيه. ثم في نهاية المطاف يقول لك: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإذا ما استخدمت أنت عقلك في هذا التدبر في هذا الكون للاستدلال على المسألة الأولى، وهي إنما الرحمن، إنما إلهكم إله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقدم الوحدانية واستشهد عليها. لماذا استشهد عليها؟ لأن هذه القضايا تدل على الله سبحانه وتعالى، ولكن لمن لم يعطل عقله. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية مصيبا عندما قال: وأدلة الشرع قسمان، اللي هو الأدلة العقلية والأدلة النقلية، فلم يجعل العقل في مقابل النقل، ولكن كلاهما جعلهما دليلا شرعيا للاستدلال به في قضايا الدين. فأنت الآن تستدل على وجود الله بهذه المعقولات، هذه القضايا العقلية تستدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. كلام جميل. طيب شيخ حسن، احنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر السماوات، ورد ذكرها في القرآن الكريم بلفظ السماوات 183 مرة، وورد ذكر الأرض 425 مرة. تعليقكم؟ لماذا يكرر الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ 425 مرة يكرر الله كلمة الأرض. ماذا تعني هذه الأرض عند الله؟ كذلك السماوات. أما لفظ السماء ورد 115 مرة. السماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. 115 مرة مفرد السماء. إذا معنى السماوات، السماء، الأرض. طبعا لو تلاحظ مخلوقات الله سبحانه وتعالى في عالم، على الأقل الجمادات، في عالم الجمادات هي سماوات وأرض. يعني الجماد يتواجد هنا، بعد الأرض فيها بعد ذلك سنأتي إليها، فيها الإنسان، فيها الجان، فيها الحيوانات، فيها النباتات، فيها هذه الأقسام كلها، لكن يا سلام. فيها هذا الجماد. السماوات عالم علوي جميل، والأرض تعتبر العالم جميل، العالم السفلي. فالله سبحانه وتعالى ينقلك ما بين العالم العلوي والعالم العالم السفلي، ويحاول أن يقول لك تارة التفت إلى العالم القريب منك، هذا العالم الذي هو حولك. تدبر في هذه الأرض وما فيها من مخلوقات، تدبر في الجبال، تدبر في البحار، تدبر في الأشجار، تدبر في هذه الأرض التي هيأها الله سبحانه وتعالى لتكون صالحة للحياة. جميل. فجعل هذه الأرض بالنسبة لنا المستقر. أنت الآن تتحدث عن الأرض ولا عن السماوات؟ أنا أتقلب بينهما. يعني أنا ذهبت الآن إلى العالم العلوي. خلينا في العالم العلوي أولا. نعم. العالم العلوي ماذا فيه؟ نعم. فيه النجوم، نعم. فيه الفلك، فيه الشمس، فيه القمر، طبعا فيه مجرات المختلفة. أيوة، حدثنا عن هذا. لكن أيضا فيه ما هو أعظم من ذلك، ما هو؟ عالم السماوات اللي فيه كل وعود الله سبحانه وتعالى. جميل. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا كل الوعود مرتبطة بشنو؟ مرتبطة بالسماء. الأرزاق مرتبطة بالسماء، الملائكة مرتبطة بالسماء، الجنة والنار مرتبطة أيضا بالسماء. فأنت هذا العالم العلوي مرتبط بمجموعة من القضايا الكبيرة والكبيرة جدا، ولكنها غالبا هي أقرب إلى العالم الأخرى. ولذلك سماه الله عز وجل ملكوت. هو ملكوت بلا شك. سبحان الله. لكن سبحان الله هذا العالم لو أردت أن تضعه في مقابل الأرض، لاحظ الآن هذا العالم الأرض تعتبر بالنسبة له لا شيء. يعني
تكاد لا ترى بالعين، يعني لما تخطها كده مع بقية المجرات هي جزء أصلا من مجرة. نعم. وهذا العالم فيه مئات المجرات بل ملايين المجرات التي نعلم بعضها ولا نعلم البعض الآخر. فهي لا شيء في مقابل حجم الكتلة الموجودة في السماوات تعتبر الأرض. لكن مع ذلك مع صغرها من أين اكتسبت هذه الأرض هذا الزخم؟ تصور لو أن الأرض ما هيأها الله للإنسان، نعم، وما جعلها مكانا لتكليف العباد، وما جعلها ساحة للاستخلاف، وما جعلها ساحة للتكريم، وما جعلها ساحة للاختبار لهذا الإنسان الذي كرمه الله وجعله عالم آخر، لا هو عالم ملائكة ولا هو عالم شياطين. انظر من أين اكتسبت الأرض الآن أهميتها اكتسبتها من خلال مسألة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة الذي سخر الله سبحانه وتعالى، لذلك أن الله يقول لنا الذي يهمكم هو الأرض، هو أنتم ما يهمكم. لكن السماوات تهمنا في جانب التدبر، جانب التفكر، جانب الدلالة على الله سبحانه وتعالى، الانتباه إلى عظمة الله عز وجل، تهمنا من هذه الناحية بلا شك. لكن نحن بالنسبة لنا أرزاقنا وسيرنا وحركتنا وابتلاؤنا ودفننا، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كلها مرتبطة بالأرض. ولذلك تكتسب، وفيها نعمر وفيها إذن الأرض تكتسب بلا شك أهمية قصوى في هذا الاتجاه فيما يتعلق بأنها مكان الاستخلاف، مكان الكرامة الإنسانية، مكان نزول آدم وحواء. وبالتالي من هنا بدأت الحياة البشرية، وجعلها الله سبحانه وتعالى دون سائر المجرات، جعلها صالحة للعيش. يعني حتى الآن لم يثبت لنا بأن هنالك مثلا موقع آخر تصلح فيه الحياة إلا هذه الأرض. طيب دعنا نمر على السماوات. نعم. تفضلتم بذكر بعض الأمور، خلينا نتكلم في الأمور المشاهدة، الأمور الغيبية، الجنة والنار، الملائكة، أو ما إلى ذلك. نعم. من أمور عالم الغيب. نعم. نتركه قليلا. نعم. لكن دعنا نتكلم الآن مثلا السحاب. نعم. ورد 3 مرات في القرآن الكريم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالرعد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. القمر ورد ذكره 26 مرة. قال تعالى فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وفي يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر إلى آخر الآيات. الشمس ورد ذكرها 31 مرة. قال تعالى في الشمس ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه إلى أن قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. وقال في الأنعام فلما رأى الشمس بازغة. وفي الأنعام أيضا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس. وفي الأعراف إن ربكم الله الآية التي سبقت هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا في يونس. وفي يوسف ذكرناها والرعد ذكرناها. وفي إبراهيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وفي الكهف وترى الشمس إذا طلعت إلى آخر الآيات. سأدع لكم التعليق. النجم لفظ النجم مفرد النجم ورد 5 مرات. وعلامات وبالنجم هم يهتدون والنجم إذا هوى
والنجم والشجر يسجدان. النجم الثاقب ورد. النجوم ورد في القرآن الكريم 9 مرات. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. في الأعراف والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. النحل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. الصافات فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. الطور ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم. المرسلات فإذا النجوم طمست. وأخيرا وإذا التكوير وإذا النجوم انكدرت. تعليقكم. الآن مررنا على السحاب والقمر والشمس والنجوم، هذه كلها من آيات الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يعيدنا إلى الحلقة الماضية في موضوع النجوم وعلم النجوم وعلم الفلك صح التعبير. يعني لاحظ هذا الحشد الكبير جدا من الآيات التي تجعلك تلتفت إلى هذه المخلوقات العظيمة. تنظر إلى الشمس وتنظر إلى القمر وتنظر إلى النجوم وتنظر إلى السحاب، وكل هذا السير العظيم في هذا الملكوت الكبير لله سبحانه وتعالى. لا يعقل بأي شكل من الأشكال أن تتوقف فقط دون أن تستمر في هذا التأمل لتصل فيه إلى أن تجعله آية من آيات الله سبحانه وتعالى تزيدك يقينا بالله، تزيدك في قدرة الله، تجعلك تصل حقيقة إلى ما كنا دائما نؤكده في برامجنا وهو الله سبحانه وتعالى. ولكن الأعظم من ذلك الذي يجب أن يلتفت إليه الإنسان هي آية الحج على وجه التحديد. لو تلاحظ بعد أن ذكر كل هذه الآيات وحركتها والإشارة إلى عظمتها وعظمة خالقها، لكن أيضا أشار إليك بأن كل هذا الكون وما فيه يسبح لله سبحانه وتعالى ويسجد لله سبحانه وتعالى. فما بالك أيها العبد الضعيف المسكين الذي أنت في جزء بسيط جدا من هذا الكون الذي نتكلم عنه، وأنت تؤمر بأوامر الله، والله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تنسجم مع هذا الكون وأن لا تكون شاذا عن هذا الكون الذي يسبح بحمد ربه والذي يسجد له والذي يسبح بحمد الله سبحانه. يجب أن لا تخرج أنت لتتمرد على الله سبحانه وتعالى. وهذه لفتة على كل مهمة جدا لا بد من الالتفات إليها. في نفس الوقت أيضا يجب هذه كلها تدلك على الواحد سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه سبحانه الواحد. لما كنا صغارا في برنامج كان اسمه برنامج افتح يا سمسم. نعم. كنا بذلك الوقت أعمارنا ما بين 13 من 10 إلى 13 سنة، فكان نشيد يذكروه لنا. نعم. نشيد جميل يذكرنا بالله عز وجل. نعم. وأنت الآن يعني تحدثنا عن هذا المعاني العظيمة، تذكرت هذا النشيد. كان يقول المنشد: انظر إلى الغيوم، انظر إلى الشجر، انظر إلى الزهور، انظر إلى المطر، فكل شيء حولنا جميل سبحان من خلق، فكل شيء حولنا جميل سبحان من خلق. كان الإلقاء إبداع، والكاميرا كانت تأتي بصور الغيوم وبصور الأمطار وبصور الأشجار وبصور الأرض وتربطك بالله عز وجل. فكل شيء حولنا جميل سبحان من خلق. الله الله المستعان. اي والله يا شيخ حسن الله يجزيك خير. لا بد ان نقف وقفه مهمه جدا. سبحان الله شيخ برهان، كلما اندمج الانسان مع هذا الملكوت العظيم وتفكر فيه وتدبر ودقق فيه، لان المساله تحتاج الى تفكر. وهنا لاحظت سبحان الله ان عباره التدبر تاتي دائما مع كتاب الله المقروء المنظور او كتاب الله المتلو، تاتي فيه التدبر. يعني التدبر غالبا لا ياتي
في الجانب له علاقة بالخلق، لكن معظم آيات الخلق فيها التفكر. نعم. يتفكرون، ومما يتفكرون فيه كذلك في الدنيا والآخرة. هذا التفكر يجب أن يشمل كل هذه المساحات. كلما تعمقت في التفكر انتقلت كما يقول العلماء من عبادة التكلف والتكليف إلى عبادة التشريف. يا سلام. وهو أنك تشعر لست وحدك في هذا الوجود، وإنما أنت تندمج مع هذا الملكوت العظيم، فتعبد الله سبحانه وتعالى وتقوم إلى عبادته شوقا ومحبة. سبحان. نعم. شوقا ومحبة. نعم. يدعوننا رغبا ورهبا. أيوه، لما تصل إلى هذا المستوى تصل إلى الحالة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها. الله يعني كيف أنه سبحان الله. نعم. لاحظ كثير من الناس، ولذلك الله عز وجل يقول يعني بالنسبة للصلاة: وإنها لكبيرة، كبيرة على المنافقين، على الذين لا يخشون الله. لكن الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ليست كبيرة عليهم، يقومون شوقا إلى الله، يعني محبة لله سبحانه وتعالى، فلا يشعرون بثقلها ولا يشعرون حتى في أجواء البرد، في أجواء الظلام، تجدهم سبحان الله ينطلقون إلى العبادة وهم في أحسن ما يكونون. ولذلك نحن يعني هذه القضايا، التدبر في كون الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات العظيمة تشدك إلى الله سبحانه وتعالى. في النهاية تقول سبحانك هذا يعني سبحان ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طيب، إذن هذه دلالات قاطعة بوجود الله سبحانه وتعالى. نعم. الوحدانية. إذ لا يمكن يكون هذا الكون بهذا النظام القوي، يعني خروج الشمس من مشرقها وغروبها، ودخول الليل وخروج النهار، وكذلك وجود السماوات 7 سماوات بدون عمد نراها، وأرض بهذا المستوى من النظام، وهي تخرج طعامها وتخرج يعني أمورها. في سورة انظر إلى سورة النمل ماذا يقول ربنا عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. نعم. سبحان الله. ذات بهجة. هذا البعد الجمالي. شوف كيف القرآن ينبهك إلى أيوة. الأبعاد الجمالية حتى في طبعا التعبير عن نعم. وفعلا بهجة. نعم. ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أإله مع الله. هل يستطيع بني آدم أن فعلا ينبت شجرة واحدة؟ وهل يستطيع أن ينبت ثمرة واحدة؟ بل هو أثبت لنا الحرث ولم يثبت لنا الزرع. إيه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم. شوف ربنا عز وجل ماذا يقول في الرعد. الرعد أنا أتعجب منها جدا جدا جدا. نعم. وهي السورة الوحيدة التي بدأت بألف لام ميم را. 5 صور بدأت ألف لام را. يونس، ألف لام را هود، ألف لام را يوسف. نعم. ألف لام را إبراهيم، ألف لام را الحجر، وسط بينهم الرعد ألف لام ميم را. وفيها الله الذي رفع السماوات والأرض بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين 2 يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم ما كنت تقوله الآن يتفكرون. قال لك: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بالله لما أنت تذوق التفاح ترجع تذوق الكمثرى، ترجع تذوق الفراولة، وتأكل الموز، وتأكل البطيخ، وقد يكون كل ذلك في مزرعة واحدة وبماء واحد. نعم. لكن كل واحد له سبحان الله جيناته وله خصائصه. شيء عجيب والله. نعم. ثم بعد ذلك قال: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الوعيد الشديد على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم رأوا
هذه الآيات وهي تسقى بماء واحد، فكيف يعجز الله عز وجل أن ينبتهم من أول وجديد؟ نعم. تعليقكم. الآيات أيضا كثيرة في هذا الاتجاه. هنا طبعا حصل تفصيل الآن لاحظ في موضوع الأرض. الأرض دخل الآن في عالم النباتات. نعم. والنباتات عالم لحاله. والنبات سبحان الله يفرق عن الجماد بميزة أيضا. الجماد لا إحساس فيه، ويمكن أن نقول بأنه يعني كالصخور تماما. لكن لاحظ الآن عالم النباتات فيها حياة ولكنها ليست فيها روح. نعم. فاتسمت بأنه اختلفت عن الجمادات في أنه الشجرة الآن تذبل إذا ما سقيتها وتتفتق. فيها روح النباتات. لا، النباتات قاعد أقول لك فيها لا الروح للإنسان، لكن قد يكون فيها حياة. خلينا نقول فيها حياة. لاحظت فيها حياة وفيها إحساس. لكن يسمونها الكائنات الحية. صحيح. الكائنات الحية هذه سنأتي الحيوانات. نعم. الحيوانات هذه فيها ثلاثي الآن. فيها الجانب المادي اللي هو الأشياء اللي هو الجماد، وفيها الجانب النفسي، نفس منفوسة، لاحظت، وفيها الحياة. فهي يعني سبحان الله إن نقلك من عالم الجماد إلى عالم النبات إلى عالم الحيوان إلى عالم الإنسان. لاحظ كيف تدرجت شيء عجيب هذا التدرج. خليني بالله أقرأ عليك. نعم. من سورة الأنعام، من أجمل المقاطع التي تدل على قدرة الله عز وجل ووحدانيته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا له شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا المقطع من أجمل المقاطع إلى قلبي. الله أكبر جدا. ذكر فيه النجوم والإنسان لكن نحن هدفنا الآن وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج به حبا متراكبا. نعم. هي الآيات سبحان الله اشتملت على جملة من نفس الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بفالق الإصباح. نعم. وفالق الإصباح طبعا عملية فلق الصبح وفلق الفجر، هذه ضياء الصباح أو النهار. أيوة. فبدأ بعوالم العلوية ثم دخل بعد ذلك إلى مسألة الأرض وما فيها. نعم. فالمقطع الجزئية التي ذكرتها فيما يتعلق بهذا العالم، عالم النباتات. والنبات سبحان الله لو أردت أن تتتبعه في القرآن يمكن أن تخرج بموسوعة متكاملة من العلم. نعم. ونفس هذا سبحان الله يمكن أن يخرج منه أيضا منظومات طبية
من خلال أيضا ورود هذا الأمر في القرآن صحيح. الكريم ستخرج منه على كل بفوائد كبيرة جدا. لكن الخلاصة يا شيخنا، الخلاصة كل هذه الآيات التي يذكرها الله عن عالم النبات، العالم العلوي، العالم اللي هو يذكر البحار، يذكر الجبال، يذكر الخلق، كل ذلك في النهاية حتى نتصور التصور الصحيح عن الإله سبحانه. أولا نتصوره في وحدانيته، فلا نتصور أنه يلد أو يولد أو أنه مركب أو أن له شريك، أو أن له شريك، يعني أو أن له ظهير، تنفي عنه نعم. الشريك، نعم. وتنفي عنه الولي للحاجة، نعم. لم يتخذ وليا من ولم الذل، يكن له لم يكن له ولي من الذل، نعم. ولم يكن مركبا من ثلاث، الأب والأم كما يقولون النصارى، باسم الأب باسم فأنت ابتداء تتصوره بتصور بسيط جدا في القرآن الكريم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جميل. لكن سبحان الله يستشهد في كل ذلك ليصل بك إلى هذه الوحدانية، يذهب بك إلى مخلوقات الله ويقول لك: والله هذه المخلوقات هل تتصور أن هنالك مع الله خالق فيها؟ فإن أثبتت أن الخالق فيها واحد، فالخالقية تستدعي أنه أن تعترف لهذا الخالق بأنه هو الذي يجب أن يعبد سبحانه، وأحقية العبادة. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. هنا خص الجن بذكرهم، لماذا يا شيخ حسن؟ طبعا الإنسان سبحان الله في فترة من الفترات ولا زال عنده الشعور بالضعف، فيلجأ إلى قوة الغيب، لكنه يتصور أن هذا الغيب الذي هو الله سبحانه وتعالى لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق القوة التي يحاول الوصول عبرها كوسائط، فتارة يتصور بأن الجن هو الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعطي الجن بطبيعة الحال أيضا يعطي الجن خاصية معينة، فأحيانا يقول بأن والله هم بنات الله، أو ينسب البنوة للملائكة، أو يقول بأن هؤلاء وسائط، أو أن هذه قوة خارقة، أو أن كذا، فيتجه إلى هذه القوة الغيبية التي هو يراها أقوى منه وأشد منه وأشرس منه، فيحاول أن يعتمد عليها فيما يريد أن يصل إليه. فهذه الجزئية يبدو من هذه الناحية. جزاكم الله خير. دعنا نكمل المقطع لأنه فيه إتمام حقيقة. نعم. يكمل مفهوم من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. يعني هذا المقطع شوف: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. بنى الخالقية، يعني بناء على الخالقية فاعبدوه. نعم. وهو على كل شيء قدير، إلى أن قال: قد جاءكم بصائر من ربكم. يعني هذا كله تعليم وبصائر من ربكم. نعم. طبعا لاحظ الآن ذكر بصائر وذكر الأبصار. نعم. والإنسان سبحان الله بين البصيرة والبصر. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى أراد منا أن لا نتلمسه بالأبصار في دنيانا، لأنه لا تدركه الأبصار، ومن طلب رؤية الله سبحانه وتعالى في دنياه فقد طلب أمرا متعذرا في هذه الحياة الدنيا، حتى لما قال موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك، هو كليم الله. النفس البشرية سبحان الله أحيانا تحب أن تصل إلى ما هو مغيب عنها، مع أن موسى كليم الله وحاصل معه الكلام وحاصل معه الرسالات، لكن قومه دائما كانوا عندهم الحالة المادية طاغية، فهم دائما يريدون أن يروا الله سبحانه. نعم. فموسى عليه السلام قال: أرني الله، أرني أنظر إليك. أي والله. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لاحظت؟ انظر إلى الجبل. فهنا على كل أمامنا مسألة النظر وعندنا مسألة البصر. وقال: لا تدركه الأبصار. تصور لو أنه قال: لا تدركه الأنظار، كان محتمل أن يرى بصرا لا نظرا، والبصر أعلى مرتبة من النظر. عجيب. أيوة. عشان كده الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقض من أبصارنا.
البصر فيه نوع من التركيز أكثر من قضية، يعني النظر هي حالة دع يا علي الأولى لك والثانية لا تتبع النظرة لا تتبع النظرة. فتتبع النظرة الأولى قد لا تكون فيها هي نظر، لكن إذا تتبعت انتقل إلى البصر. فالله سبحانه وتعالى يقول لك حتى لو ذهبت من خلال النظر والتأمل المستمر إلى مرحلة البصر لن تدركه. سبحان الله. وهذه مسألة طبعا مهمة جدا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب، فحاول الله سبحانه أن يقول لنا بأن والله موضوع الإبصار اذهبوا اتركوه، لكن يمكن أن تصلوا إلي بالبصائر. يعني أنت تصل إلى الله الآن، نحن نؤمن بالله بصيرة لا بصرا. نعم، مش كده؟ ندرك تماما، نوقن أن الله موجود وأن الله خالق وأن الله محيي لكن هل هذا ببصرنا أم ببصائرنا؟ نعم، بالبصائر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالبصائر المؤدية إلي دللتكم عليها. نعم، يا سلام. كل البصائر سواء كانت بصائر وجودية في عالم الخلق والملكوت أو كانت بصائر من الآيات المتلوة، كلها تدل قد جاءكم برهان من ربكم. مش كده؟ هذه براهين وهذه بصائر وهذه بينات قد جاءتكم ولتدلكم، فليس لكم بعد ذلك حجة في ألا تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وألا توحدوا. بارك الله فيك شيخ حسن. مشاهدي الأكارم، ما زلنا في حديث ماتع حول هذه الآيات. فاصل ونعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا. كبرات عزبتي تلفزيون سلام بزي السعب قطعا فنو كتكتاتلو تخليهم بمقد سهيل ساتلايت بزي السعب فريكونسي كتريو تخلو سمناي channel سلام تي في سهيل سات كالاي حسرت حالي 310 vertical سيمبول ريت ويكا درجة ملكت 13. كبرات عزبتي تلفزيون سلام بزي السعب قطعا فنو كتكتاتلو تخليهم بمقد سهيل ساتلايت بزي السعب فريكونسي كتريو تخلو سمناي channel سلام تي في سهيل سات كالاي حسرت حالي 310 vertical سيمبول ريت ويكا درجة ملكت 13. مرحبا بكم مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم، طبتم وطاب ليلكم بخير. ما زلنا في حديث ماتع حول الآيات التي تعرفنا بربنا سبحانه وتعالى. اللهم لولاك ما اهتدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هكذا كان يقول الصحابة رضوان الله عليهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كنا في آيات الوحدانية التي تدل على وحدانية الله عز وجل، ثم انتقلنا إلى الآيات التي تدل إلى أحقية الله عز وجل للعبادة، وما زلنا فيها. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وحدانيته وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. شيخ حسن، تعليقكم. الطريقة القرآنية في عرض مسألة التوحيد وقضية العبادة هو أولا إثبات خالقية الله سبحانه وتعالى، وإثبات أنه الرب وأنه الواحد وأنه الأحد وأنه الملك على كل ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وجلاله وعظمته وكبريائه وكرمه جل جلاله، ثم يطلب منك بعد ذلك أيضا الخطوة التالية أن هذا الإله الموصوف بهذه الأوصاف والخالق، لأن إذا كان هنالك شراكة في الخلق قد تكون هنالك شراكة في العبادة. فأول شيء ينفي الله تبارك وتعالى تماما عن نفسه أن يكون له شبيه أو يكون له ند أو يكون له شراكة بأي شكل من الأشكال، أو يكون معه إله أو تكون له صاحبة أو يكون له ولد، يعني فكرة التبعيض نفسها والاتصال بالخلق هذه كلها منفية. ثم يقول لك بهذه الصورة اعبد الله سبحانه وتعالى. والنداء، لاحظ أول نداء في القرآن الكريم بعد أن بدأت سورة البقرة وحددت المنافق يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نداء يا أيها الناس، فيبين الله سبحانه وتعالى عالمية هذا الكتاب وأنه خطاب للبشرية كلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من دائرة القومية ودائرة الأطر الضيقة التي كان السابقون عليها. كان الناس كان الأنبياء يبعثون في أقوامهم وفي دوائرهم الضيق، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث برسالة عالمية. ومبتدأها هذا النداء يا أيها الناس، ما المطلوب؟ اعبدوا الله. وعبادة الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من وضوح أمور معينة. أولا لا بد من محبة المعبود، فلا يتصور أنك تعبد من لا تحب، لأن العبادة في حقيقتها الخضوع والتذلل والمحبة، يعني لا بد أن تتوفر هذه المسألة في مسألة العبادة. فالله سبحانه وتعالى نحبه ونخضع له ونخشاه جل جلاله ونخضع ونتذلل له سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد أن يعرف العبادة قال هي لفظة جامعة لكل ما هو محبوب لله سبحانه وتعالى من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. فكل القضايا المحبوبة لله سبحانه وتعالى سواء كانت فعلا أو كانت قولا أو كانت تقربا إلى الله سبحانه، كلها تدخل في مفهوم العبادة بهذا الاتجاه. ولذلك قال وماهيتها تتشكل من محبة وخضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى. طيب، هو قال لنا هنا سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس. نعم. لو تحدثنا عن عالم الجن يا شيخ حسن، من هم ولماذا جعلهم الله عز وجل آية من آياته؟ والإنس أيضا من ماذا خلق؟ ولماذا حدثنا الله عز وجل فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لو نتحدث عن هذا ولو بشيء قليل، مثلا
الجن ورد ذكرهم في القرآن الكريم 84 مرة. سبحان الله. نعم. ومنها قوله تعالى: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وهنا كأن ذكر يعتبر، لا، نحن نقصد الجن المخلوقات ولا نقصد الجن بالجنة. نعم. على كل حال الجن من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الإنس أيضا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. في الإنس ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أطوار خلق الإنسان، والجن ذكر الله لنا أنه خلق من النار. لو تشرح لنا. نعم. هو على كل هذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى، يمكن أنا ذكرت قبل كده المخلوقات الميسرة والمخلوقات المكلفة تكليفا شرعيا. يعني الجن من الذين كلفوا تكليفا شرعيا، فكلفوا بعبادة الله سبحانه وتعالى، ومثل الإنسان يخضعون لكل القوانين التي لها علاقة بالتكليف ولها علاقة بالأوامر ولها علاقة بالنواهي، ومخاطبون. وأي رسول يأتي يخاطب الجن والإنس، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجن كما خاطب الإنس، ولهم مجتمعاتهم ولهم طرائقهم، وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بهم كما نؤمن بأن هنالك ملائكة لله سبحانه وتعالى في سماواته، نؤمن كذلك بأن هنالك عالم الجن. عالم الجن فيه خاصية تفرد بها، وهو أن الحالة الإبليسية الشيطانية كانت منه، لم تكن من عالم الملائكة. جميل. يعني إبليس كان من إيه؟ كان من الجن. كان من الجن. نعم. ولكنه شطن وشرد. نعم. وابتعد. فإبليس على وجه التحديد كان من هذه الطائفة، ولكنه تزعم والعياذ بالله منظومة الشر إلى يوم القيامة. فالجن هذه خاصية من خصائصه. الجن أيضا لا يرى بالنسبة لنا، لا يمكن أن نراه، يعني يرانا هو، لكننا نحن لا نتمكن من رؤيته، ولكننا نؤمن بوجوده ونؤمن بأنه، ولنا تجاههم أحكام، يعني كما هو مفصل على كل في كتب الأحكام الشرعية، في إنه والله مسألة العظام ورمي العظام والروث والأشياء التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم أحكامهم. في نهاية المطاف مسألة التكليف هذه سيذهب معنا الجن يوم القيامة إلى الحساب كما نذهب نحن إلى الحساب، ويخضعون لنفس مكلفين بالعبادة كما نحن مكلفين. خلافا للملائكة. الملائكة طبعا خلق مسخر، الجمادات خلق مسخر. جميل. بس أولئك أحياء، والجمادات ليست فيها الحياة. قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلقه من النار. نعم. ويقال أنه خلق من نهاية اللهب الذي هو يعني يرى في النار في نهايتها في نوع من البياض. نعم. كأنه مخلوق على كل من هذه الجزئية. بينما الإنسان إذا انتقلنا إلى عالم الإنسان، الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الخلق الأول كان من التراب، طينة الأرض. قبض الله سبحانه وتعالى من الأرض قبضة، فتشكلت جينات الإنسان من كل هذه الطينة التي هي على هذه الأرض، وخلق منها ثم بعد هذا الإنسان الأول خلقه، ومن آياته أن خلقكم من تراب، مش كده؟ فإذا أنتم بشر تنتشرون. المرحلة الثانية بعد آدم عليه السلام خلق الله سبحانه وتعالى زوجه منه. صحيح. فالذي خلق من التراب ابتداء هو آدم عليه السلام، ولكن ما بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الخلق يتناسلون من خلال رجل وامرأة، وإلى يوم القيامة هذا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. نعم. ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا في الحج. وفي المؤمنون قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر
فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يا سلام، كلام قوي، كلام قوي. وبدأ سبحان الله من نقطة البداية وواصل معك حتى النهاية. أي نعم. يعني بين لك مراحل الخلق اللي هي من التراب، ثم بعد ذاك في أي. عالم البطن إلى مضغة، من مضغة إلى علقة، من علقة إلى على كل إلى أن تتدرج. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأطوار؟ نعم، هي طبعا هذه سبحان الله من أسرار هذا القرآن الكريم. وفي الزمر قال، عفوا على المقاطعة، قال: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بالله عليك من يستطيع يعطينا هذه المعلومات قبل 1446 سنة أننا خلقنا في ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة مش عارف ايه ثالثة، 3 ظلمات. نعم. ذكر الله عز وجل تعرف عليها العلماء لاحقا. نعم. كيف يقولون لا إله والحياة مادة؟ هذا طبعا لا منطق عقلي ولا منطق نقلي ولا يتناسب مع الفطرة. هي حالة على كل من الهروب، يعني ليست أكثر من ذلك، بل ربما تعبر عن حالة عن مرض نفسي أكثر مما تعبر عن تفكير عقلي. نعم. لأن العقل يقول بأن والله المنطق السببية قانون عقلي معروف، أنه والله لكل يعني مخلوق لا بد له من خالق. هذه القاعدة لا يمكن أن يكون معها الأمر بهذا الشكل، أنه والله يتتدرج. ولذلك الآن علماء الأحياء لما ينظرون إلى هذه الدقة في هذا الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ينظروا إلى علم الأجنة وهذا التطور الهائل. والله سبحانه وتعالى يخبرنا بما لا يراه حتى لا يراه الأطباء ومحجوب عنهم، وهو مثلا يوم 40 الأولى وال40 الثانية وال40 الثالثة، ثم يأتيه ملك فيكتب له كذا وكذا. هذه ما توصلوا إليها حتى الآن طبيعة، يعني لم يتوصلوا إليه، فهذا عالم آخر اختص الله سبحانه وتعالى به. ذكرت الثالثة ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. نعم. ما وصلوا لهذا العلم إلا بعد فترة زمنية. نعم. فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب يا شيخ حسن أن بعد هذه الآية ماذا قال الله؟ نعم. بعد هذا التوضيح العميق الذي لا شك فيه، قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. الله. تعليقكم. هنا سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كل هذه البينات وإلى كل هذه البراهين، وهو الملك الديان يعني جل جلاله. لكن مع ذلك انظر كيف يتودد إلى عباده، كيف يقترب منهم، كيف يحاول، وهو الودود، حتى من أسمائه الودود. فلاحظ أنت سبحان الله، ولله المثل الأعلى. غالبا من يتصف بالرئاسة ويتصف بالزعامة في مخلوقاتنا لا يحاول أن يكلف نفسه كثيرا، يصدر الأوامر وانتهى. يعني حتى لو واحد من الوزراء أراد أن يستفهمه ربما يخلق معه لكن الله سبحانه وتعالى يصبر على عباده الله، ويبين لهم الطرق العقلية والطرق النقلية، ويركب فيهم عقل ويركب فيهم فطرة ويتودد إليهم. فالله سبحانه وتعالى انظر كيف أنه والله ابتداء أعدك أو أوجدك فظاهرة الإيجاد، ثم أعدك ثم أمدك. سبحان الله. هذه كلها ومع ذلك أنت لا تعترف بهذا الإيجاد فتكفر به. عشان كده الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال يعني إني وعبادي في شأن عظيم. قال أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. الله. خيري إليهم نازل خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. الله. فابن آدم سبحان الله، ابن آدم كفور، ابن آدم ظلوم، ابن آدم مشكلته في أنه الله عندما يطغى وسبحان الله في لحظة طغيانه هو في سكرة، لكن أول ما يضعف سبحان الله بس قرصة خفيفة الله سبحانه وتعالى يريه شيء من عذاب الدنيا. فيقول يا رب
وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. هذه الإشكالية يعني ابن آدم سبحان الله حاجة غريبة يعني ابن آدم. ولذلك الله سبحانه وتعالى من لطفه ومن أنه لا يجعلك في حالة واحدة سبحانه، حتى لا تغفل نعم، ولا تنسى ولا تتصور بأنه والله أنت خارج القوانين، لا أنت داخل القوانين، داخل قوانين الله. شوف هذه الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الشاهد: نعم، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله أكبر. شوف يعني أنا ذكرتني هذه الآية كلامه كان الله يتودد إلى خلقه وأنه يبين لهم بكل وسائل الرحمة. تصور شيخ برهان لو أن الله قال والله يا أخي الذي يعبدني سأرزقه والذي لا يعبدني أقطعه. نعم، انتهى هذا الله يقول لك والله من حيث العطاء سأعطي الكل، سأمنح الجميع، بل ربما أعطي هذا الذي كفر بي ما لا يتصور، لا يخطر له ببال، حتى أهلكه يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى كما قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله عز وجل حكيم، الله عز وجل لطيف، الله عز وجل يريد يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان تحت شجرة فضلت فضلت راحلته وما فيها، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. سبحان الله. بلا شك شيخنا الشيخ حسن، يعني الواحد حقيقة ما يشبع من ذكر آيات الله عز وجل التي تدل إليه سبحانه وتعالى. واليوم ازددنا إيمانا أن الله ودود وأنه سبحانه وتعالى ينوع من الآيات والأدلة من أجل هداية خلقه سبحانه وتعالى. فمن كان منهم رقيق القلب يبحث عن الهداية بحق بدون هوى فإن الله تبارك وتعالى يمكن أن يضله، بل هو يقبله سبحانه وتعالى كما تفضلت. ومن كان عنيدا وجحد واستيقن بها قلبه ولكن جحدها ورفضها فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم وقد استمتعنا بما ذكره لنا شيخنا الشيخ حسن سلمان وبما قرأناه من آيات ربنا. ازددنا إيمانا بربنا سبحانه وتعالى، نسأله جل جلاله أن يهدينا إليه وأن يثبتنا إلى هدايته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتقدم إليكم بالشكر الجزيل مشاهدي الأكارم، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى شيخي وأستاذي الدكتور حسن سلمان. أسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان